هاخدها. بصي هعمل كده دي على بشرتك وبصي الجمال. خدتي خلاصة الحنة وخدتي خلاصة الرز، بشرتك مفيش أجمل من كده، نضارة وحيوية وكمان لمعة رهيبة لبشرتك. سر نضارة بشرتك في المكونات دي. مشكلتك إن على طول بشرتك باهتة، مش عارفة تعملي لها إيه عشان تزيلي البهتان ده، فيها تشبغات وفيها هالات بتأكسد لما بتحطي الميك اب. الحل إيه؟ الحل تستخدمي علاج طبيعي لنضارة بشرتك. إيه هو العلاج الطبيعي ده لنضارة بشرتك؟ تعالي وأنا أقولك هتعملي إيه. بصي يا ستي، معلقه من الرز بتاعنا المصري اغسليه ونقعيه 24 ساعه في ميه فتره. هروح اضربه في الخلاط واصفيه واخد الخلاصه بتاعته واجيلك استنيني. ضربت الرز وصفيته كويس من حبيبات. ضيف الكميه دي كده، الكميه دي من زيت جوز الهند، وزيها كميه حلوه من جل، والكميه القمر دي من الحنه البيضاء. السيرم بتاعي بقى جاهز. افضل سيرم هتستخدميه لنضاره بشرتك. عايزه اقول لك لو انت بشرتك جافه وجافه بزياده استخدميه، شوفي فرق رهيب في بشرتك. لو بشرتك دهنيه ما يفضلش تستخدمي منه كتير، لانه بيرطب بجد، بيرطب وبيفتح وبيعمل يعني نضاره كده. انا هحطه قدامك دلوقتي. دي الكميه اللي انا هاخدها. بصي هعمل كده، هتفرجي على بشرتك وبصي الجمال. بشرتك مفيش اجمل من كده، نضاره وحيويه وكمان لمعه رهيبه لبشرتك. سر نضاره بشرتك في المكونات دي. يلا بسرعه قومي اعمليها. خلصتي معاكي الفيديو، بتمنى يكون الفيديو عجبك. يا ريت بقى لو الفيديو عجبك ما تنسينيش لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.